نفسك تاكلي مسقعة وخايفة من الزيوت اللي فيها لا تتعب معدتك؟ النهاردة جبتلكم وصفة مسقعة صحية ولذيذة باللحمة المفرومة ومن غير قلي في الزيت وبنفس الطعم الجميل. هنتعلم مع بعض طريقة شوي البتنجان بدل القلي، وهنستخدم خلطات وتوابل بتضيف ليها نفس الطعم. قد ايه الوصفة سهلة وسريعة ومثالية للغدا وللعشاء مع لمة العيلة. مستعدين تجربوا الوصفة؟ يلا تابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو عجبكم الفيديو اتمنى تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد، ومنشن بقى لصاحبتك واختك ومشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد. يلا بينا نسمي الله ونبدأ وصفتنا. ونختار الاول البتنجان. ازاي نختاره؟ اول ما تيجي تختاروا البتنجانة تختاروا البتنجانية اللي فيها شرطة عريضة من تحت زي كده. دي بتبقى البتنجانية انثى، بتبقى مش مبذرة وطعمها بيبقى مسكر وجميل وما بتشربش زيت في القلي. اما اللي فيها نقطة صغننة كده من تحت، البتنجانية دي ما تختاريهاش لان بتبقى ذكر وبتبقى من جوه كلها مبذرة وبتشرب زيت وبيبقى طعمها مش الطف حاجة. فتخلوا بالكم من نقطة زي دي وانتوا بتنقوا البتنجان من السوق. دايما تنقوا البتنجانية اللي فيها شرطة عريضة من تحت، بلاش اللي فيها نقطة. وبكده خلاص اخترنا البتنجان. هنيجي بقى نغسله وبعد كده نقوم مقطعينه شرايح. عاوزه تقشريه براحتك، عاوزه تقطعيه حلقات كده ونشويه بقشره برضو براحتك. وانا هقول لكم دلوقتي على العيوب وعلى المميزات للقشره واللي من غير القشر. هنقطع بقى الكميه بتاعتنا اللي انت حباها. عايزه تعملي كيلو 2 كيلو ونص بتنجانيه واحده بس، هيديكي طعم جميل وهيبقى طعم الوصفه النهارده معانا خطير. خلاص هنقطع بقى البتنجان كله زي ما انتوا شايفين كده. هنقوم جايبين بوله وحاطين البتنجان فيها، ونقوم نازلين عليه برشه من الملح عشان ينزل الميه اللي فيه، اللي هي فيها يعني سنه مراره لو فيها، والميه دي بنتخلص منها وبنرميها. هنسيبه ربع ساعه مع رشه الملح دي. وهنيجي بقى للخطوه اللي بعد كده. هنيجي نعصج النهارده اللحمه المفرومه معايا ربع كيلو لحمه مفرومه. هجيب الوok وهنزل فيه بمعلقتين 2 زيت، وبعد كده هقوم نازله باللحمه معايا. هنزل باللحمه وابتدي ان انا كده افصلها من بعضها لغايه ما تخرز كده وتبقى محببه معايا ولونها يتغير. هبتدي ان انا انزل بقى بالبهارات بتاعتي والمكونات التانية. وصفة النهاردة سهلة وجميلة، كلنا بنحب المسقعة وبنغرق فيها كده غرقان واحنا بنغمسها في العيش، وطبعا بتبقى مليانة زيوت، والزيوت دي بتبقى ضارة جدا للقلب وللمعدة. فالنهاردة اخترت لكم الوصفة دي بطريقة سهلة وصحية علشان اللي نفسه في المسقعة ياكلها. هنزل بقى بالبهارات بتاعتي على اللحمة. هنزل برشة ملح وفلفل اسود ورشة كمون ومعلقة صغيرة كده من السبع بهارات. رشة دي اللي هي المعلقة الصغيرة اللي بتبقى في علبة التوابل، عشان اما باجي اقول معلقة صغيرة بخاف لما الناس تحط المعلقة بتاعت الشاي. لا، معلقة الشاي تبقى كبيرة جدا توابل على الوصفة يعني، فنحط باللي هي المعلقة الصغيرة. خلاص شوحنا بقى اللحمة مع التوابل. هنيجي بقى نقوم نازلين ببصلاية متوسطة. ما هنخرطها كده على ايدينا او في الكبة زي ما تحب. هتقومي نازله بيها وبعد كده توطي النار بقى في المرحله دي عشان يعني اللحمه ما تتلسعش منك. كده خلاص هي قفلت مسمعه ومش هتنزل اي سوائل، يا دوبك بس البصله تدبل معايا. وبعد كده هقوم نازله معايا بطماطمايه كبيره مقطعاها مكعبين. الطماطمايه علشان تنزل ميتها والصوص بتاعها ينزل كده على البتنجان ويديها طعم جميل. وممكن تحطي فلفل الوان لو انت حابه. اي حاجه نفسك تحطيها في وصفه النهارده حطيها. هنشوح بقى الكلام الجميل ده كله مع بعضه، وبعد كده هنقوم طافيين النار على اللحم. هنركنها على جنب ونيجي بقى نحضر الخطوه اللي بعد كده معايا، وهي البتنجان. خلاص نقعنا البتنجان في الملح ونزل ميته. هنيجي بقى بعد كده نقوم شايلينه من الميه زي ما انتوا شايفين كده، وهنقوم رامين الميه اللي نزلت منه. وهنحضر بقى تتبيله كده جميله هنتبله بيها، وهنقوم مدخلينه الفرن. في الوقت ده ممكن تولعي الفرن على درجه حراره 180. وبعد كده هنقوم راصين بقى البتنجان في الصاج وهقول لكم هنعمله ازاي. هنرمي بقى الميه دي هنتخلص منها، وبعد كده هنقوم جايبين بقى البتنجان بتاعنا. هننزل عليه بقى بمعلقه صغيره حلوه كده من البابريكا، وكمان معلقه صغيره من الثوم البودر ومن البصل البودر
وطبعا هو فيه ملح، يعني ما نرشلوش ملح تاني. وممكن تديله سن الكمون او فلفل اسود. التتبيله دي هتطعم البتنجانيه كده وهتخلي طعمها جميل. مع معلقتين كده من الزيت عشان يخلوا البتنجان يعني ايه، زي ما بنقول ملحلح شويه، ما يبقاش يعني مكتوم كده وطعمه يعني ما يبقاش حلو. لا، هنديله معلقتين زيت 2 بس. ولو عندك زيت زيتون يبقى افضل، او زيت اللي هو النباتي، حطي برضو اللي انت حباه. وبعدين نقوم مقلبين بقى البتنجان مع البهارات دي والتوابل دي، ونقوم ايه رصينه في صاج. بس كده، اظن مفيش اسهل ولا اجمل من كده. هنجيب صاج كبير ونقوم فاردين فيه ورق زبدة. طبعا كلنا عارفين ورق الزبدة وعندنا منه. هنقوم جايبين الصاج وفرشين فيه ورق زبدة، ونقوم بادئين بقى ان احنا نرص البتنجان على ورق الزبدة ده زي ما انتوا شايفين كده جنب بعض. عايزاكم تجربوا الوصفة دي يا جماعة، بجد طعمها جميل، وعايزاكم تقولولي فيها رأيكم. كلنا طبعا بنحب المسقعة جدا وجميل يعني بجد بتأكل، وبالذات بقى مع الحبايب والعيلة واللمة بتفتح النفس وبتأكل. هنرص الكمية كلها في الصاج من غير اي دهان. ورق الزبدة كده كده مفيش اي حاجة بتلزق فيه. ناس كتير يعني بيبقى نفسها تاكل المسقعة وبتخاف من الزيون اللي فيها، لان بتعلي نسبة الكوليسترول وبيتعب المعدة. فلا، النهاردة هنعملها اهو بطريقة سهلة وجميلة. هي بتاخد معانا شوية وقت، بس تحضيرها يعني سهل، يعني ما فيهاش اي تعب ولا اي تكاليف. هنقوم مدخلينها الفرن بقى تلت ساعة تشوي كده ويبقى لونها الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده هنطلعها بقى من الفرن. هنقوم جايبين اللحمة المفرومة بتاعتنا، جايبين كده طبقة من البتنجان، ونقوم حاطين معلقة لحمة مفرومة، ونقوم نازلين بطبقة بتنجان تانية وعليها برضو معلقة من اللحمة المفرومة زي ما انتوا شايفين كده. وتقومي مثلا عندك شوية خضرة، حطي بقدونس بيديها طعم خطير. ولو عندك بقى جبنة موتزاريلا حطي، ما عندكيش براحتك، بس هي بتخلي برضو طعمها جميل. القشر بصراحة واحنا بناكل كان مضايق الولاد، فانا حبيت ان انا اقول لكم عشان خاطر يعني ايه، لو انت عندك اطفال قشري البتنجان قبل ما تشويه، لان هو كان بيضايقهم وكانوا بيقعدوا يقولوا لي يا ماما شيلي لنا القشره منها. فقلت لهم خلاص مش هعملها لكم بقشر تاني. فهو ده بصراحه العيب الوحيد اللي قابلني، ان انا عملت البتنجان بقشره. انا قلت يعني عشان احافظ على شكلها كده تبقى قطعه واحده، بس لا هما ما حبوهاش، فانا كنت بشيلها واتخلص منها. هما بقى عايزين يغمسوا على طول، ما فيش حاجه تتعبهم. فيستحسن يعني يفضل يعني ان انت تقشري البتنجان. هو ده العيب الوحيد اللي قابلني في وصفه النهارده، وانا حبيت اقول لكم عليه برضو عشان ايه تتلاشوه. بس الاكله كان طعمها خطير. حطينا طبقه بتنجان عليها لحمه، وحطيت طبقه كمان بتنجان وعليها لحمه، وشويه بقدونس وشويه جبنه موتزاريلا، وهنرجع ندخلها الفرن تاني. هتاخد بقى اللون الخطير بتاعها والجبنه تسيح عليها كده وخلاص، ونقدم بقى اكلتنا وبألف هنا وشفا. اكله سهله وجميله وخفيفه. ممكن برضو تشوي جنبها بتنجانة سليمة وتاخدي قلبها وتعمليها بالطحينة وتبقى بابا غنوج جنبها كده. أكلة صحية كلها من الأول للآخر كده ما شاء الله، مفيش فيها غير معلقتين 3 زيت، ومش هيأثروا في الوصفة يعني في حاجة. قد ايه الوصفة جميلة وشكلها بجد جميل وطعمها كان جميل. عاوزاكم تجربوها وتقولولي فيها رأيكم. ولو عايزين تسألوا على أي حاجة في الوصفة اكتبولي في التعليقات، وقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، وصفاتي بتعجبكم ولا لا. عاوزه اشوف كده تفاعلكم معايا. حطوا اللايك واشتركوا واكتبوا لي تعليق حلو، وحسسوني كده ان انا معايا متابعين اللي بيحبوني. خلاص هقدم بقى اكلتنا ما شاء الله بالعيش بقى وكلي بألف هنا وشفا على قلوبكم، تاكلوها يا رب بألف هنا. الوصفه جميله وسهله وتستاهل التجربه. عاوزاكم تجربوها وتقولوا لي فيها رايكم، واوعوا تنسوا تحطوا اللايك وتكتبوا لي تعليق حلو كده، وتعملي بقى منشن لصاحبتك واختك اللي بتحب وصفات المطبخ، ومشاركه للفيديو عشان الكل يستفيد. اتمنى الوصفه النهارده تكون عجبتكم ونالت رضاكم. دمتم في رعايه الله وفي حفظه وفي امان.